بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنكمل الجزء الرابع من شرح مناسك الحج لايف اللي احنا بنعمله على الجروب. وقفنا في اللايف اللي فات عند الواجب الاول من واجبات الحج وهو الاحرام من الميقات، خلصناه. وهنكمل شرح النهاردة الواجب التاني والتالت والرابع والخامس والسادس والسابع، لان احنا قلنا ان واجبات الحج 7. والفرق ما بين الواجب والركن ان الركن لا يتم الحج الا به، ولكن الواجب ممكن نقص إن لو حصل فيه اي تقصير او اي خلل بنجبر الخلل اللي حصل ده بذبح شاه تذبح وتوزع على فقراء الحرم. فدايما الواجب ما ينفعش ان احنا نتركه لا ناسي ولا متعمد، ومن تركه ناسيا او متعمدا فيلزمه الدم. دم يعني ايه؟ يعني ذبح شاه تذبح وتوزع على فقراء الحرم. هنكمل النهاردة شرح بقية الواجبات من الواجب الثاني حتى الواجب السابع. طيب، الواجب الثاني من واجبات الحج هو الاستمرار بالوقوف بعرفة حتى غروب الشمس. احنا لما كنا بنشرح حلقة عرفة قلنا ان وقت عرفة بيبدأ امتى؟ بيبدأ من زوال يوم عرفة اللي هو 9 ذي الحجة لغاية الفجر. عرفة مش لغاية الغروب. وقت عرفة معانا من ظهر عرفة، من ظهر يوم 9 ذي الحجة لغاية الفجر. خلاص احنا متفقين. طيب بس قلنا بقى فيها تفصيلة اللي الناس فاكرة ان عرفة بينتهي الفجر. لا، عرفة ما بينتهيش الفجر، ولكن اول ميعاد للنفر هو قصدي الغروب. ناس فاكرة ان عرفة بينتهي وقت الغروب. هو ما بينتهيش الغروب، ولكن اول ميعاد للنفر بيكون وقت الغروب، لان استمرار الوقوف بعرفة الى غروب الشمس هو واجب تاني، واجب من واجبات الحج. يعني ايه الكلام ده؟ هشرح بالتفصيل وببساطة جدا. حد راح وقف الصبح، او مش الصبح، من وقت الظهر، لان عرفة وقته بيجي من وقت الظهر زوال الشمس. طيب، وقفت شوية وقت الظهر ومشت قبل الغروب. طيب دي نقول لها ايه؟ نقول لها ما ينفعش تمشي قبل الغروب. مادام وقفتي وقت الظهر يبقى لازم تجمعي جزء ما بين الليل والنهار، لان استمرار الوقوف بعرفة الى غروب الشمس واجب من واجبات الحج. فهي هيكون عليها ايه؟ يا اما ترجع تاني عرفة عشان تقعد لغاية الغروب عشان كده تبقى عملت الواجب، او لو ما تمتش الواجب وما يتيسر لهاش ان هي ترجع عرفة هيكون عليها ذبح شاه تذبح وتوزع على فقراء الحرم، لان احنا قلنا ان استمرار الوقوف بعرفة الى غروب الشمس هو تاني واجب من واجبات الحج. طيب نقول حالة تانية. واحد ما وقفش اصلا الصبح خالص على عرفة، يعني لا وقف بقى الظهر ولا العصر، وراح عرفة بعد المغرب. نقول له ايه؟ نقول له وقوفك صحيح ولا يلزمك شيء. خلاص. طيب نرجع نقول تاني، وقت عرفة امتى؟ عرفة بيبتدي من زوال شمس يوم 9 من ذي الحجة. كلمة زوال الشمس في الشرع يعني وقت الظهر. زوال الشمس يعني الشمس بتزول من كبد السماء، يعني بتزول من منتصف السماء، وده بيبقى دخول وقت الظهر. يبقى عرفة ميعاده ايه؟ ميعاده من ظهر يوم 9 ذي الحجة لغاية الفجر. كل ده وقت عرفة. طيب انا دلوقتي رحت يوم 9، رحت الظهر مشيت قبل المغرب. اقول لها ما ينفعش تمشي قبل المغرب، لان المغرب هو اول ميعاد للنفر، لان استمرار الوقوف بعرفة الى غروب الشمس تاني واجب من واجبات الحج. فما ينفعش انك تمشي قبل المغرب. طب لو مشيتي قبل المغرب قدامك حل من اتنين. الحل الاول، يا اما ترجعي تاني وتقعدي لغاية المغرب، علشان اللي بيروح وقت اللي هو الظهيرة لازم يجمع جزء ما بين النهار والليل. لازم يجمع جزء ما بين النهار والليل. يا ترجعي تاني، ما تيسرش ليك انك ترجع تاني بتذبح شاه، لان احنا اتفقنا اللي يأثر في الواجبات عليه ذبح شاه عشان يجبر الخلل اللي حصل في الواجبات. طيب حد ما وقفش على عرفة اصلا، ما راحش وقت الظهر ولا العصر، ده هو ابتدى يروح عرفة او يتفوج على عرفة من بعد المغرب. نقول له وقوفك على عرفة صحيح وقد ادركت عرفة، لان وقت عرفة امتى؟ من
ظهر يوم 9 حتى ايه، حتى فجر يوم النحر، كل ده عرفة. لو رحت انت بالليل وما رحتش الصبح، ووقوفك صحيح ولا يلزمك شيء. انما اللي راح وقت الظهر لازم يجمع جزء ما بين الليل والنهار، عشان ده تاني واجب من واجبات الحج. خلاص. لو حد مش فاهم اي حاجة في النقطة بتاعت استمرار الوقوف بعرفة الى غروب الشمس، يكتب لي في التعليقات وانا اشرحها تاني. يبقى ده تاني واجب من واجبات الحج. يبقى اول واجب اللي شرحناه في الجزء اللي فات من اللايف كان الاحرام من الميقات. النهاردة شرحنا تاني واجب وهو استمرار الوقوف بعرفة الى غروب الشمس. تالت واجب من واجبات الحج هو المبيت بمزدلفة، لقول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. خلاص. طيب. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، اللي هي كانت صلاة الفجر، ووقف معنا حتى ندفع، اللي هي من مزدلفة، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم إيه؟ تم حجه. طيب. وقت مزدلفة بيروحوا امتى؟ اول ميعاد للنفر احنا لسه قايلين ايه؟ اول ميعاد للنفر من عرفة الغروب. مفيش حد بيمشي من عرفة قبل غروب الشمس. يجي غروب الشمس على عرفة مش معنى كده ان عرفة وقته انتهى، لا. وقت الغروب هو اول ميعاد للنفر. طيب. اول حملة بقى هتمشي، سواء مشت اول ما الاذان يأذن او قعدت شوية، هتروح فين؟ هتطلع على مزدلفة تبات هناك، لان المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. طيب، تبيت في مزدلفة او تبات في مزدلفة لغاية ايه؟ المفروض ان هي تبات لغاية الفجر، وبعد الفجر تمشي. لكن في رخصة في الموضوع ده للضعفة والنساء، ان هم ممكن يمشوا من مزدلفة قبل الفجر. خلاص. دي رخصة للنساء وذويهم والضعفاء، ان هم ممكن ما يفضلوش قاعدين ويباتوا في مزدلفة لغاية الفجر، هم ممكن يمشوا قبل الفجر. طيب، بما انهم هيمشوا قبل الفجر، يبقى ينفع ليهم ان هم يرموا جمرة العقبة الكبرى قبل الفجر. تمام، لان هي دي رخصة ليهم. فبما ان هو مترخص لهم ان هم يقضوا جزء من الليل في مزدلفة وما يتموش البيات، السنة انك تتم البيات في مزدلفة لغاية الفجر، دي السنة. طيب، فيها رخصة؟ فيها رخصة للنساء وللضعفة ولذويهم ان هم يمشوا من مزدلفة قبل الفجر. بما ان اللي هيمشي من مزدلفة قبل الفجر، فيجوز لي ان هو يرمي جمرة العقبة الكبرى قبل الفجر. خلاص. طيب، يبقى ده الواجب الثالث من واجبات الحج. نيجي نشرح الواجب الرابع من واجبات الحج وهو ايه؟ المبيت بمنى ليالي ايام التشريق. طيب، عايزة افرق ما بين حاجتين. عايزة افرق بين المبيت بمنى يوم التروية، والمبيت بمنى ليالي ايام التشريق، اللي هو يوم 11 و12 و13. المبيت بمنى يوم التروية اللي هو 8 ذي الحجة ده سنة. تمام. في حملات اصلا بتطلع على عرفة على طول، ما بيباتوش في منى اصلا يوم التروية. فالمبيت في منى يوم التروية سنة من سنن الحج، من فعلها خد اجر السنة الزيادة. طيب، اللي ما عملش كده، اللي ما باتش في منى يوم التروية، لا شيء عليه. خلاص. يبقى ده يوم 8 ذي الحجة المبيت في منى يوم التروية سنة. نيجي بقى دلوقتي للمبيت بمنى ليالي ايام التشريق. ايه هم ليالي ايام التشريق؟ اللي هي ليلة 11، يعني من مغرب يوم النحر تبتدي الليلة. ليلة 11، ليلة 12 دول للمتعجل، وليلة 13 للمتأخر. المبيت بمنى بقى الليالي دي واجب من واجبات الحج. يعني ايه واجب من واجبات الحج؟ يعني ما ينفعش ان احنا نتركه لا ناسي ولا متعمد. واللي يتركه ناسي او متعمد بنجبر الخلل ده بايه؟ بذبح شاه. ولكن المبيت بمنى ليالي ايام التشريق فيها رخصة. فيها رخصة لان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة خارجين عن منى. تمام. وترخيصه ده بيدل على ان المبيت في منى واجب من واجبات الحج. في حملات كتير ما بتبقاش ليها مكان في منى ليالي ايام التشريق،
فناس كتير بتقول طب احنا نعمل ايه؟ نقول لهم ان الوقت المجزئ من المبيت في منى انك انت ممكن تقضي اكتر من نص الليل. لو قضيت، مش لازم تبات، لو قضيت اكثر من نص الليل فانت كده حققت ايه؟ الواجب بتاع المبيت. فاللي ما عندوش مكان في منى بننصحه بايه؟ بنقول له قضي اكتر من نص الليل. طب حسبتها تتحسب ازاي؟ طيب نفترض ان المغرب الساعة 6، المغرب في مكة او في منى يعني الساعة 6، والفجر الساعة 4. تمام؟ يبقى كده كام ساعة؟ كده 6 ساعات، من المغرب للفجر 6 ساعات. نص الست ساعات دول كام؟ 10 ساعات قصدي. نصهم كام؟ 5. يعني مثلا لو الفجر بيأذن الساعة 6، لو المغرب بيأذن الساعة 6 والفجر بيأذن الساعة 4، من 6 ل4 كام ساعة؟ 10 ساعات. تمام؟ 6 ده 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4، 10 ساعات. طيب نص ال10 ساعات دول ايه؟ نصهم 5 ساعات. يعني نصهم يجي على الساعة كام لو المغرب بيأذن 6؟ 6 يبقى ده 7 8 9 10 11، نصهم بالظبط 11. انت لو مشيت من منى الساعة 12 يبقى انت كده قضيت اكتر من نص الليل وحققت المبيت، وممكن بقى تروح تبات في المكان بتاعك اي مكان بقى، يعني مكانك في مزدلفة او في مكة او اي مكان. يبقى انت كده حققت القدر الواجب من المبيت. القدر الواجب من المبيت هو ايه؟ اكثر من نص الليل، بيتحسب من اول وجودك في منى. يعني مثلا واحد راح منى الساعة 8 بالليل، ماشي؟ الفجر المغرب امتى؟ المغرب 6، والفجر امتى؟ الفجر 4. هو راح 8، هو راح 8، يبقى هو المفروض يقضي 6 ساعات، لان من المغرب للفجر 10 ساعات. 5 نصهم لو قضى 6 ساعات يبقى كده قضى اكتر من جزء الليل. يبقى هيحسب من 8 يقعد 9 و10 و11 و12 و1، 2، يمشي 2. راح 8 المغرب، بعد المغرب يمشي الساعة 2، يبقى كده هو قضى اكتر من جزء ايه؟ اكتر من نص الليل في منى. يبقى كده حقق ايه؟ حقق القدر الواجب من المبيت في منى، وبعد كده يروح يبات في المكان بتاعه. يبقى احنا بننصح الناس اللي ما عندهاش مخيمات في منى ان هي تعمل ايه؟ تبات اكثر من نص الليل في منى عشان تكون حققت القدر الواجب كده، ما يبقاش عليها حاجة. انما ما تتركش المبيت بالكلية، لان المبيت بمنى ليالي ايام التشريق واجب من واجبات الحج. خلاص؟ يبقى ده كده الواجب الرابع من واجبات الحج. يبقى احنا شرحنا دلوقتي تاني واجب من واجبات الحج اللي هو استمرار الوقوف بعرفة الى غروب الشمس. الواجب الثالث هو المبيت بمزدلفة. الواجب الرابع هو المبيت بمنى ليالي ايام التشريق اللي هو 11 و12 و13. وفرقنا ما بين مبيت بمنى ليالي ايام التشريق والمبيت بمنى يوم التروية. يوم التروية سنة، فعلوا الحج اخذ اجر السنة، ما فعلوش لا شيء عليه. انما المبيت بمنى ليالي ايام التشريق هو واجب من واجبات الحج، ما ينفعش ان احنا نتركه بالكلية، لان تركه ناسي او متعمد بيكون فيه فدية، بيلزمه الدم، ذبح شاه تذبح وتوزع على فقراء الحرم. فاللي ما عندوش مكان قلنا بيعمل ايه؟ بيقعد اكثر من نص الليل، يحسب من الفجر. المغرب بيدن الساعة كام؟ الفجر بيدن الساعة كام؟ لو ما بينهم 10 ساعات نصهم 5، يبقى انا ازود ساعة كمان واحسب بقى من وقت بقائي في منى، احسب 6 ساعات، يبقى انا كده قضيت اكتر من نص الليل. خلاص؟ طيب نيجي بقى للواجب الخامس من واجبات الحج، وهو رمي الجمار. طيب احنا عندنا في رمي الجمار بنرمي يوم النحر، وبنرمي 3 ايام، يومين اللي هو لل11 و12 للمتعجل، و11 و12 و13 للمتاخر. طيب رمي الجمار هو الواجب الخامس من واجبات الحج. نتكلم الاول عن وقت رمي جمرة العقبة اللي هي الكبرى، اللي هي يوم النحر. تمام؟ طيب بتبتدي من امتى؟ بتبتدي من فجر يوم النحر لفجر اليوم التالي.
يبقى رمية جمرة العقبة الكبرى اللي هي بترموها بقى بعد ما بتباتوا في مزدلفة، وتقوموا بقى ماشيين طالعين راميين جمرة العقبة الكبرى وقصين شعركم وتتحللوا التحلل الأول. ميعادها امتى؟ بيبدأ من فجر يوم النحر للفجر التاني. وانا لسه قايله ان فيها رخصه للناس اللي هتمشي من مزدلفه، اللي هم النساء والضعفاء وذويهم. لو قضوا اكتر او جزء من الليل في مزدلفه، بيجوز ليهم ان هم ما يقعدوش للفجر، فبيمشوا من مزدلفه قبل الفجر. وبما انهم هيمشوا من مزدلفه قبل الفجر، فيجوز ليهم ان هم يرموا جمره العقبه الكبرى قبل الفجر. خلاص. يبقى وقت جمرة العقبة الكبرى يوم النحر بيبتدي امتى؟ بيبتدي من فجر يوم النحر لغاية فجر اليوم التاني. في قالك مثلا هي لغاية المغرب، وبعدين في ناس قالك لا ممكن من الليل، وممكن تأخروا بس ما تأخروش لبعد الفجر. يبقى هي من الفجر للفجر رمي جمرة العقبة الكبرى. ينفع رمي جمرة العقبة الكبرى قبل الفجر، ينفع قبل الفجر للي هياخد بالرخصة ان هو هيمشي من مزدلفة وما يقعدش للفجر، فبالتالي هيروح يرمي قبل الفجر ورميه صحيح. طيب، في بقى ليالي ايام التشريق، او ايام التشريق بقى مش ليالي ايام التشريق، ايام التشريق اللي هم 11 و12 للمتعجل و13 للمتاخر. بنرمي جمرة العقبة الكبرى والوسطى والصغرى، بنرمي الجمار الثلاثة. دول ميعادهم امتى؟ بيبتدي من زوال الشمس. وقلنا زوال الشمس في الشرع يعني ايه؟ يعني وقت الظهر. يعني الظهر لما تكون الشمس لما تكون في ايه؟ في منتصف السماء او في كبد السماء، بيسموها ايه؟ بيسموها زوال الشمس. يبقى رمي جمرة العقبة الثلاث ايام التشريق بيبتدي من وقت الظهر لغاية معاك لاخر نص الليل، وممكن لغاية الفجر لو زحمة. خلاص. يبقى بيبتدي من امتى؟ انا كمان لسه كنت منزله فيها بوست على الجروب علشان الناس اللي ساعات بترمي قبل الظهر قبل الزوال، وكتبت فيها الاراء كلها والمذاهب كلها في فكره الرمي قبل الزوال في ايام التشريق. الصح فيها ان انت بترمي بعد الظهر، ما ينفعش ترمي من بالليل ولا قبل الظهر. السنه والصح انك ترمي من ظهر يوم 11 وظهر يوم 12، ده لو كنت متعجل، و13 لو كنت ايه؟ متأخر. طيب، بترمي الجمرات ازاي؟ بترمي الجمرات ب7 حصيات، بتكبر مع كل حصاة. يعني تقول بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحصيات بيترموا متعاقبات. متعاقبات يعني إيه؟ يعني ورا بعض. ترمي يعني تقول مثلا بسم الله، الله أكبر، أداة واحدة، التانية الله أكبر، التالتة الله أكبر، الرابعة الله أكبر، الخامسة، الستة، السبعة. تمام؟ يبقى بتكبر مع إيه؟ كل حصاة. خلاص. طيب، بتبدأ في رمي جمرة العقبة يوم النحر، اللي هي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر. بترمي بس الكبرى ب7 حصيات. خلاص. أيام التشريق بقى بترمي ال3 جمار. بتبتدي بإيه؟ بتبتدي بالوسطى، بتبتدي بالصغرى، بترميها ب7 حصيات. وبعد ما ترميها ب7 حصيات بتروح ناحية اليمين شوية، ناحية اليمين، وتستقبل القبلة، تبص ناحية القبلة وتدعو دعاء طويل. تمام. بعد ما بتخلص الدعاء بتقوم متجه. هما الجمرات ورا بعض على طول، يعني كأنهم خط مستقيم كده ورا بعض. بعد ما بتخلص وتدعي دعاء طويل، بتتجه لجمرة العقبة الوسطى، بترميها ب7 حصيات على نفس النحو اللي احنا قلناه، الله أكبر، بتكبر مع كل حصاة. رميتهم 7 الوسطى، بتروح ناحية ايه بقى؟ بتروح ناحية الشمال، وتبص للقبلة، تتجه للقبلة وتدعو دعاء طويل. طيب، بعد ما بتخلص الدعاء بتاعك بتعمل ايه؟ بتروح ناحية جمرة العقبة الكبرى، وبرضو بترميها ب7 حصيات، وبتكبر مع كل حصاة. بعد بقى ما بتخلص جمرة العقبة الكبرى ما بتقفش تدعي بقى. السنة كده بالظبط. السنة انك انت تروح ترمي الجمرات ليالي ايام التشريق، قصدي اللي هي 11 و12 و13، ان انت بتروح على الصغرى ترميها ب7 حصيات. بعد كده تروح ناحية اليمين تستقبل القبلة، تدعو دعاء طويل، وبعد كده تتجه لجمرة العقبة الوسطى، ترميها ب7 حصيات متعاقبات. ساعتها تتجه ناحية الشمال،
وتبص للقبلة وتدعو دعاء طويل. بعد كده تروح لجمرة العقبة الكبرى ترميها ب7 حصيات، ساعتها بقى هنا بتمشي على طول، ما بتقفش تدعي. ده السنة بالظبط في الرمي. خلاص. واحنا قلنا ان اللي هيرمي ويتعجل، يعني مثلا انت متعجل يعني هترمي يومين 11 و12، لازم يوم 12 تكون خارج من منى قبل المغرب. قبل المغرب، ما ينفعش يجي عليك مغرب يوم 13 وانت لسه في منى الا بعذر. ليه بقى؟ لان اللي هيمشي متعجل ده فهو خلاص هيرمي يوم 11، يوم 12 بقى لازم يعني وقت المغرب يجي وهو مش في منى. لان اللي هيجي عليه المغرب في منى بدون عذر، بدون عذر، يجب عليه التأخير. يعني ايه يجب عليه التأخير؟ يعني يبقى لازم يرمي يوم كمان. خلاص. ده لو ايه بدون عذر. انما نفترض ان هو تأخر انه يطلع من منى للزحمة او الطريق او كده، فنقول له ما وجبش عليك التأخير، لا شيء عليك. انما اللي هيفضل، اللي كان متعجل وعايز يتعجل وفضل قاعد في منى يوم 12 لبعد المغرب بدون عذر، هيبقى لازم عليه ان هو يرمي يوم تالت. تمام، ده بدون عذر. انما لو فضل في منى لبعد المغرب ولكن لعذر، يبقى هو عادي، ما يجبش عليه التأخير، يعني ما يوجبش ان هو يرمي يوم تالت. النقطة دي مفهومة؟ يعني اللي هيتعجل يخلي باله، يعمل حسابه ان يوم 12 يحاول بقدر الامكان ان هو يرمي على طول وقت الظهر ويخرج من منى قبل المغرب. تمام. تعذر بقى لعذر كزحام وكده مفيش شيء عليه. انما لو اتلكع وهو مفيش اي حاجة عذر، يجب عليه التأخير. يجب عليه التأخير يعني ايه؟ يعني يجب عليه ان هو يرمي يوم 13 كمان. خلاص اتفقنا؟ طيب، يبقى رمي الجمار هو الواجب الخامس من واجبات الحج. هكلمكم بقى في مسائل كده في شكل الحصى والرمي والحاجات دي. طيب، حجم الحصى بتاع اللي انتوا بترموه يعني او بتلتقطوه، هو بيبقى اكبر من الحمص واصغر من البندق، يعني حاجه صغيره، اكبر من الحمصايه واصغر من البندقيه. خلاص. طيب، الحصى بتاخدوه من اي مكان، بتلتقطوه من اي مكان، في مزدلفة او منى او غيرها، ولا دليل على اشتراط انك انت تاخد الحصى ده من مزدلفة. مش شرط، لان حتى في حملات بتوزع على الحاج كيس الحصى اصلا من قبل ما يلم او اي حاجة، يعني من اول ما الحملة تقابله بتديله كيس الحصى بتاعه مقدما يعني. تمام. ففي دي خدمة ساعات بتوفرها الحملات. فان شرط التقاط الحصى من مزدلفة ده غير صحيح. الحصى بيلتقط من اي مكان، مزدلفة او منى او اي حتة. خلاص. ده حاجة، ده تاني حاجة. تالت حاجة، ما ينفعش ان انا ارمي باسمنت، ما ينفعش ان انا ارمي بطين، لان ده ما بيدخلش في اسم الحصى. ده ما الطين والاسمنت لا يطلق عليه اسم الحصى، فلازم تكون حصى بالمعنى اللي انا قلت لكم عليه ده. طيب، ما ينفعش طبعا بعض الافعال اللي بيعملها الحجاج، ان هو يرمي الجمار بقى، يقلع مثلا الجزمه بتاعته ويرميها ولا عصايه ويقوم رامي والحاجات دي، ومع السب واللعن والشتم والحاجات دي طبعا كلها افعال لا تجوز. واحنا قلنا ان مدار قبول الاعمال عند الله تعالى، عشان عملك يبقى مقبول عند الله تعالى لازم يتوفر فيه شرطين. ايه هما الشرطين دول؟ اول شرط هو الاخلاص لله تعالى، تاني شرط هو متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما ينفعش ان احنا نبتدع حاجة ما اتعملتش، يعني ما ينفعش ان احنا نرمي يعني عصاية بقى وبتاع والحاجات دي، ده غلط وبعيد تماما عن السنة. فاحنا بنحاول ان احنا نتبع السنة بقدر الامكان، وطالما احنا محققين الاخلاص ومحققين شرط اتباع النبي اللي هي السنة، يبقى ان شاء الله العمل بتاعنا او عبادتنا تبقى مقبولة باذن الله. طيب، مسألة كمان، الواجب عليك ان الحصى اللي انت بترميها دي تقع فين؟ في الحوض. مش احنا بنشوف الجمرات لو انتوا شفتوها، هو حوض كده بيضاوي
وفي وسطه كده جدار، صح؟ هو ده شكل الجمرات بالظبط. انت عشان تتحسب الجمرة بتاعتك رمية صحيحة، الواجب عليك ان الحصى بتاعتك تقع في الحوض، مش شرط انك انت لازم تخبط في الجدار وتقع. اتفقنا؟ يبقى احنا الحصى بتاعنا يقع في الحوض. طب وقع في الحوض وما لمس الجدار، مفيش اي مشكلة. مش شرط عشان الرمية تبقى صحيحة انه يخبط في الجدار وبعدين ينزل الحوض، لا. هو لو نزل في الحوض يبقى كده انت اديت الواجب في الرمي. تمام؟ طيب مسألة كمان اسمها ايه؟ تفريق الرميات. يعني ايه تفريق الرميات؟ يعني انا مثلا المفروض ارمي 7، صح؟ طيب ما ينفعش بقى اقوم واخدة ال7 جمرات دول في ايدي او الحصيات، واقوم كلهم رمياهم مرة واحدة ويبقى كده انا رميت ال7. لا، لازم تفريق الرميات. بمعنى ايه؟ ان انا ارمي واحدة وبعدها التانية وبعدها التالتة. تمام؟ دي اسمها تفريق الرميات. طب لو حصل وحد عمل كده، يبقى ايه الموضوع او تتحسب ازاي؟ لو حد خد ال7 كلهم في ايديه ورماهم مرة واحدة، يحسبها رمية. هيحسبها ايه؟ رمية. يبقى لازم نفرق الرميات. ما ينفعش ان احنا ناخد ال7 في ايدينا ونرميهم مرة واحدة، لا، لازم تفريق الرميات. خلاص؟ ولو حصل وحد عمل كده، خد ال7 في ايده ورماهم كلهم مرة واحدة في الحوض، يبقى يحسبها رمية ويكمل 6 كمان. خلاص؟ طيب طبعا المسألة اللي بعد كده في رمي الجمار ان احنا ينفع نرمي بالليل ايام التشريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت لاول وقت الرمي، ما وقتش لاخره. عشان كده هم قالوا ان الامر فيه سعة. مش قادر ترمي بالنهار او ملحقتش ترمي بالنهار، ارمي بالليل. وده دايما اللي كنت بتكلم فيه في الناس اللي بتستسهل في موضوع التوكيل في الرمي. على فكرة التوكيل في الرمي ده مسألة خطيرة جدا. في ناس لمجرد ان هي مثلا تعبانة، راجعة من مزدلفة ما نامتش مثلا كويس، فمش قادرة ترمي، فتقوم ايه؟ انا هوكل وخلاص. وده غلط. ده غلط. لان التوكيل في الرمي لا يجوز الا لمن لا يستطيع الرمي لعلة، يعني لسبب لا يرجى زواله. يعني السبب ده مش هيتشال او مش هيخف منه لغاية ما وقت الرمي يخرج. يعني مثلا حد ما بيقدرش يستحمل الشمس خالص، بيتعب من الشمس والحر وما يقدرش يرمي، لو راح ما هيتعب. طب نقول له ايه؟ نقول له وكل؟ لا، نقول له لو ما قدرتش ترمي الصبح، ليك انك ترمي بالليل، بس ما توكلش. التوكيل ليه حالات وهنقولها دلوقتي. انما استسهال في فكرة ان انت توكل، خلاص انا اوكل وحد يرمي وانا قادر، لا، ده غلط. ده غلط. تمام؟ فانت لو مش قادر ترمي بالنهار، روح ارمي بالليل. فلا يجوز التوكيل إلا لمن لا يستطيع الرمي لا ليل ولا نهار. واحد عاجز تماما، واحد مريض تماما لا قدر الله، تعب، جاله سخونية، جاله حمى، مش قادر يتحرك من مكانه، ووقت الرمي هيخرج، فده بيوكل. انما لمجرد انا مثلا رجلي وجعتني، مش قادر، طب ما انت عندك انك تروح وتريح وترتاح وتقوم ترمي بالليل. انما انا استسهل واوكل، ده غلط. تمام؟ واحدة مثلا حامل وخايفة من الزحمة ان هي مثلا الجنين بتاعها يحصل له حاجة، او ان هي الجنين يعني تفقده او تسقط او فدي ممكن توكل. واحد شيخ كبير هيهلك لو راح مش قادر، ده ممكن يوكل. انما مجرد التعب العادي اللي هي المشقة، انا رجلي راجعة بقى من مزدلفة ومش قادرة، تعبانة، فهوكل؟ لا، انت ريح، ارجع، نام. مش لازم ترمي على طول، نام واصحى ارمي وقت من بعد ما تريح. انما إن فكرة ان استسهال في موضوع التوكيل ده لا يجوز. يعني المفروض ناخد بالنا من الحتة دي. تمام؟ يبقى ما ينفعش اوكل الا لعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي. تمام؟ وده مذهب ايه؟ جمهور الفقهاء. طيب نيجي على مسألة تانية في الرمي.
لو انا مثلا برمي وشكيت في عدد الرمي، يعني انا من دلوقتي مثلا رميت 1 2 3 وبعدين سرحت، الله دي كانت التالتة ولا التانية، دي كانت الرابعة ولا الخامسة، اعمل ايه ساعتها؟ ابني على القليل. يعني ايه؟ يعني لو شك ان دي التالتة ولا التانية، خلاص هحسبها كأنها التانية واكمل. تمام؟ يبقى اللي شك في عدد الحصيات بيبني على القليل. شكيت ان هم 4 أو 5، لا احسب ان هم كأني رميت 4 واكمل من بعد 4 لغاية ما اوصل ل7. شكيت ان هي 2 أو 3، خلاص تبقى دي التانية واكمل من بعدها. خلاص؟ يبقى ده مسائل كلها في موضوع الرمي. طيب اتكلم دلوقتي عن بقى اللي هيوكل. طيب احنا اتفقنا ان التوكيل ما ينفعش الا لمن لا يستطيع الرمي لسبب او لعلة مش هتروح منه حتى خروج وقت الرمي، ده ساعتها بيستنيب او بيوكل من بيرمي عنه، وده مذهب جمهور الفقهاء. طيب احنا قلنا ينفع التوكيل للمريض، اللي هو المريض اللي مش قادر تماما، الحامل اللي بتخاف على نفسها. طيب واحدة عندها طفل صغير مثلا مش عارفة تسيبه مع حد، مش قادرة تسيبه مع حد، ممكن توكل وتفضل قاعدة معاه لان هي تخاف عليه ان هو مثلا يجراله حاجة، حالات معينة. تمام؟ طيب انت لو هتوكل حد او لو حد هيوكلك هيرمي ازاي؟ يعني انا مثلا دلوقتي فلان وكلني، عشان برضو لو حد وكلكوا في الرمي تعرفوا انتوا هتعملوا ايه. لو حد قالك مثلا في الحملة معلش يا ابني انا مش هقدر ارمي، فانت ممكن بما انك رايح ترمي عني، فانت هتعمل ايه؟ الوكيل بيرمي عن نفسه وعن موكله في موقف واحد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا واقف اهو عند جمرة العقبة الصغرى عشان ارميها ب7 حصيات، فبرمي عن نفسي الاول ال7 زي ما قلنا على النحو التالي، بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر 7 حصيات. طيب وانا واقفة بقى بعد ما اخلص عن نفسي برمي عن موكلي في نفس الموقف، انما مش بخلص مثلا الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى بتوعي وبعدين ارجع اعيد من الاول عشان ارمي عن موكلي. لا، انت الوكيل بيرمي عن نفسه وعن موكله في موقف واحد، بيبدأ بنفسه يخلص ال7 بتوعه بتوع مثلا جمرة العقبة الصغرى، وبعد كده ارمي ال7 بتوع اللي وكلني، تمام، في نفس المكان. وبعد كده اتجه بقى زي ما احنا اتفقنا، بنتجه ناحية اليمين، نبص للقبلة، ندعو دعاء طويل، وبعد كده نتوجه للصغرى، قصدي للوسطى، بنرميها ب7 عني الأول، ال7 بتوعي، وفي نفس ما أنا واقفة أرمي ال7 بتوع اللي وكلني، وبعد كده أروح ناحية الشمال أبص عند القبلة وأدعو دعاء طويل. بعد ما أخلص هتجه لجمرة العقبة الكبرى، هرمي ال7 بتوعي الأول، وبعد كده أرمي ال7 بتوع اللي وكلني، وبعد كده بمشي، مفيش هنا موطن دعاء. خلاص يبقى احنا عرفنا ازاي الوكيل بيرمي لنفسه عن نفسه وعن موكله في نفس الموقف. تمام؟ طيب حاجة كمان، لو انت عايز توكل حد في الرمي بالشروط بقى اللي احنا قلناها، ما ينفعش انك انت ترمي او تولي الرمي الا لو واحد بيحج، ما ينفعش يتولى الرمي الا من كان حاج. اما الشخص اللي هو مش بيحج فما ينفعش انك توكله، تمام، ولا يجزئ رميه عن غيره. يعني مثلا انت دلوقتي عايز توكل حد، لازم توكل حد من الحجاج، ما ينفعش مثلا انك انت تلاقي اي حد مثلا الشرطي اللي واقف مثلا او كده تقول له ايه يا ابني معلش خد ارميلي دول، لا، لازم يكون حد حاج. انت بتوكل حاج، ما ينفعش غير الحاج ما ينفعش ان انت توكله. تمام؟ طيب اللي بيوكل غيره ان هو يرمي عنه، يعني مثلا انا وكلت فلان ان هو يرمي عني، تمام، ما ينفعش بقى انا اطلع اقول مثلا خلاص انا بقى هو هيرمي واقوم انا بقى عقبال ما هو يرمي انا هطلع واطوف طواف الوداع واخرج بقى وهو بقى هيرمي براحته. لا، لازم هو يقول لي الاول
ان انا رميت وخلصت، وبعد كده ساعتها بقى انا اقوم ايه، راحة طايفة طواف الوداع وامشي من مكة لو همشي. تمام. انما ما ينفعش ان انا اوكله وانا مسافرة. يعني انا مثلا اقول ايه، انا دلوقتي هسافر، طيب خلاص يلا يا فلان انا اتوكل عني وارمي، وانا بقى هطلع اطوف طواف الوداع واستنى بقى الطيارة وكده، والوكيل لسه ما رماش. ما ينفعش، لازم الوكيل يقولك انا رميت، عشان ساعتها بقى انت تطوف طواف الوداع. فما ينفعش انك انت تطوف طواف الوداع قبل رمي الوكيل، لان ده هو الوقت اللي بيؤذن لك فيه في النفر، اللي هو ان انت بقى خلاص ممكن تطلع من مكة تطوف طواف الوداع وتخرج من مكة. انما ما دام الوكيل لسه ما رماش عنك، ما ينفعش انت تسبق وتطوف طواف الوداع حتى لو انت موكل. لا، لازم تستنى يقولك انا خلصت، انا رميت خلاص. يبقى دي مسائل في التوكيل، ومسائل في ايه، في رمي الجمرات. واحنا قلنا ان رمي الجمار هو الواجب الخامس من واجبات ايه، الحج. طيب الواجب السادس من واجبات الحج هو ايه، هو الحلق او التقصير، لقول الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. خلاص. طيب وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال الرسول تاني اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. فدل ذلك على أن الحلق أفضل من التقصير، وكلاهما مجزئ. وكلاهما مجزئ، سواء اللي حلق خد أجر زيادة، واللي ما حلقش وهيأثر هو أدى الواجب اللي عليه، ولكن أجر طبعا المحلقين أكبر. خلاص اتفقنا. وانا اعتقد النهارده او امبارح نزلت لكم الفتوى الخاصه بقى لو حد اصلع تماما، لو رجل اصلع تماما يعمل ايه عشان يتحلل؟ ما يعملش حاجه. الاصلع اللي ما عندوش ولا شعر في راسه بيتحلل، يعني الواجب بتاعه بيتم يوم النحر بدون اي شيء، لان هو ما عندوش شعر اصلا يحلقه، فخلاص ما بيبقاش عليه ان هو يعمل حاجه. طيب فرق بقى، راجل عنده شعر، نفترض ان هو كان مثلا متمتع، فهو تحلل بالحلق لما عمل العمرة، شعره ملحقش يطلع قوي، ولكن في منابت للشعر، يعني شعره منبت كده زي ما احنا بيقول، يعني راسه كده ابتدت ايه تنبت. ده بيتحلل ازاي؟ ده بيتحلل ان هو بيمرر الموس على راسه. تمام. يبقى الاصلع ما بيعملش حاجة، اللي عنده منابت للشعر طالعه بيمرر الموس على راسه، عشان كده يحصل ايه، يبقى كده ادى ايه الواجب بتاع الحلق او التقصير. واحنا قلنا ان الحلق لازم تعميم الرأس كلها بالتقصير او بالحلق، ما ينفعش اخد من جنب وجنب، لا لا، هو المفروض ان احنا بنعمم الرأس كلها. ونفس الحكاية بالنسبة للمرأة، احنا قلنا المرأة بتعمل ايه، بتقصر من شعرها قدر أمولة. أمولة يعني ايه؟ أمولة يعني عقلة صباع، عقلة صباع صغيرة كده. طيب القص بيبقى ازاي؟ إيه، بتجمع شعرها كله، تجمع شعرها كله وبتاخد من طرفه، من آخره، بقدر أمولة، بقدر عقلة صباع. طيب نزلت لكم برضو الفتوى اللي تقول لك طب انا عندي مثلا شعري متقسم، انا مثلا واحده تقول لي طب انا عندي جزء قصه وجزء شعري تاني، اعمل ايه؟ هنقول لها اجمعي القصه وقومي قصاها، وبعد كده اطراف الشعر من ورا قومي ايه قصاها، يبقى انت خدتي من الجزء ده والجزء ده. طيب سؤال تاني برضو، انا شعري مدرج، مش هو داخل في بعضه، كله حتت قصيره وحتت طويله مش هعرف اميز، غير متمايز. هو مش طول بعضه بس غير متمايز، فخلاص هقولك اجمعيه وقصي من طرفه. مادام هو متمايز لدرجه انك مش هتعرفي تفرقي قصه من بقيه شعر، فخلاص بتجمعي في الاخر وتقومي قصه ايه قدر امولة. خلاص اتفقنا. طيب نيجي بقى للواجب السابق. وعلى فكرة الفتاوى دي كلها هتلاقوها موجودة على الجروب، وانا ان شاء الله
بظبط لكم اللينكات بتاعه الفتاوى. احنا كل يوم بنزل بتاع 5 6 او 7 فتاوى للاسئله اللي ممكن تيجي على بالكم. ان شاء الله في الاخر لما نخلص كل الفتاوى دي هجمعها في لينكات زي ما جمعت الحلقات بتاعه شرح المناسك، سواء اللي احنا كتبناها او اللي انا شرحتها بالصوت، جمعتها في لينكات. ان شاء الله برضو هجمع لكم كل الفتاوى باللينكات، بحيث اللي عايز يدخل على فتوى معينة هيقرأ بس الفتوى دي تخص ايه ويدخل على اللينك على طول. خلاص ان شاء الله بإذن الله يعني. طيب نيجي بقى للواجب السابع والواجب الأخير اللي هو طواف الوداع. طيب طواف الوداع ده واجب من واجبات الحج، ما ينفعش ان احنا نتركه، لا ناسي ولا متعمد، ومن تركه ناسيا او متعمدا لزمه الدم. دم يعني ايه؟ يعني ذبح شاه تذبح وتوزع على فقراء الحرم. طيب طواف الوداع ده بيسقط عن الحائض. المرأة الحائض بيسقط عنها طواف الوداع. يعني ايه يسقط؟ يعني ما تعملوش وما عليهاش اي شيء، ما عليهاش فدية. ده معنى يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء. تمام؟ طيب قال ابن عباس رضي الله عنه: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. عشان كده احنا بنطوف طواف ايه؟ طواف الوداع. إلا أنه خفف عن الحائض. المرأة الحائض الله سبحانه وتعالى خفف عنها، يعني إيه، رخص لها ان هي خلاص تمشي من مكة. احنا قلنا الطواف بيشترط الطهارة صح؟ طب هي حائض وخلصت خلاص طواف الإفاضة بتاعها اللي هو ركن من أركان الحج اللي ما ينفعش يتساب، فخلاص بيبقى عندها رخصة ان هي تمشي من مكة وما تطوفش طواف الوداع، وما يبقاش عليها فدية ولا عليها أي شيء. خلاص يبقى ده رخصة خاصة بالحائض والنفساء في ايه؟ في طواف الوداع. تمام؟ طيب حاجة كمان، نقطة كمان، طواف الوداع ده بيبقى خاص بمين؟ خاص بالآفاقي. الآفاقي يعني ايه؟ يعني الناس اللي جاية من بره مكة. أهل مكة لو بيحجوا ملهمش طواف وداع، يبقى أهل مكة ليس ليهم طواف وداع. ليه؟ لأن هم أصلا ده مكانهم، يعني ده مكان إقامتهم، فأهل مكة ما عليهمش طواف وداع. مين اللي عليه طواف وداع واجب؟ اللي عليه طواف وداع واجب هو الآفاقي. الآفاقي يعني إيه؟ اللي هو جاي من بره مكة بيحج وماشي راجع تاني لبلده، ده عليه طواف وداع. وبرضو اللي في مكة ولكن هيخرج من مكة بعد الحج، يعني اللي برضو أهل مكة ولكن هو بعد الحج مسافر مثلا. افترض ان هو من اهل مكة بس بعد الحج مسافر فيطوف طواف الوداع. انما اهل مكة ما عليهمش طواف وداع. تمام؟ يبقى اهل مكة ما عليهمش طواف وداع، الحائض والنفساء ما عليهاش طواف وداع. خلاص؟ فدول كده احنا خلصنا شرح ال7 واجبات من واجبات الحج. وكده تقريبا احنا خلصنا شرح يعني الانساك، وشرحنا الاركان الحج كلها، وشرحنا واجبات الحج كلها. يبقى لينا حاجة واحدة بس، ان هم الرحلة كاملة بقى. يعني ان شاء الله في الجزء اللي جاي بإذن الله اللي هو الجزء الخامس من اللايف نحاول بقى ناخد رحلة الحج كاملة كده، من اول المطار او من اول ما انت بتنوي الاحرام لغاية طواف الوداع. تمام؟ طيب عايزة برضو اقول لكم حاجة في موضوع طواف الوداع. طواف الوداع بيكون اخر عهدك بالبيت. طيب ما ينفعش ان انت بعد طواف الوداع ابات في مكة يوم مثلا، لا، انت مادام طفت لطواف الوداع لازم تخرج. يبقى طواف الوداع بتعمله امتى؟ قبل خروجك من مكة. الا بس لو ايه؟ لو هتفط للوداع وبتروح مثلا تلم الشنطة او تاخد الشنطة من الفندق، او ان انت تستنى مثلا الحملة بتاعتك عشان تركبوا الاتوبيس عشان تطلعوا على المطار، يجوز لك انك انت تتأخر في الحالة دي. لو تأخرت بعد طواف الوداع لمثلا انك تشتري شيء في طريقك ضروري ضروري، مش ان انا اشتري بقى ان انا اعمل يعني شوبينج بقى واتسوق بقى واجيب هدايا لا لا، انت بس
ممكن يعني بعد طواف الوداع انك انت تشتري مثلا حاجه، يعني مش نفترض انك عايز تشتري مثلا اكل عشان الرحله بقى وانت طالع، او انك انت مستني الرفقه بتاعتك عشان تخرجوا مع بعض وتطلعوا على المطار، يجوز ان انت ساعتها تستنى. انما فكره ان انا مثلا اطوف طواف الوداع وابات مثلا ليله كمان في مكه، لا، ما ينفعش. هيجب عليك ان انت تعمل طواف الوداع مرة تانية، لان لازم يكون لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. لازم يكون ايه؟ اخر عهدك بالبيت الحرام. خلاص، دي نقطة. النقطة التانية اللي كنت عايزة اتكلم فيها ايه، إيه، كان بيجي لي اسئلة بتقولي طيب إيه هو طواف الوداع؟ إيه انا يعني ده باحرام ولا وفي سعي ولا مفهوش؟ لا، طواف الوداع ده مش هتبقى محرم. انت مش هتبقى محرم، انت هتطوف 7 مرات على النحو العادي زي ما بتعمل طواف العمرة بالظبط. يعني مش قصدي بالظبط كلبس، لا، انا قصدي اللي هو تطوف 7 مرات، بتستلم الحجر الاسود في الاول ان استطعت وتقبله، ما عرفتش تستلمه بتشاور عليه وتقول بسم الله الله اكبر، وفي اول شوط بتقول اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك، تلف اللفة لغاية ما توصل عند الركن اليماني. طيب عرفت تستلم الركن اليماني، تستلمه. معنى الاستلام ايه؟ معنى الاستلام هو مسحة باليد. يعني قدرت تحط ايدك على الركن اليماني قدرت، ما قدرتش بتشاور، لا ما بتشاورش، لان في هناك ناس كتير بتقف تشاور عند الركن اليماني، وده غير صحيح. انت ان استطعت ان تستلم الركن اليماني تحط ايدك عليه، بتحط ايدك عليه. والركن اليماني ده الركن اللي قبل الحجر الاسود على طول. ما قدرتش تستلمه من الزحمة، ما بتعملش اي حاجة ولا بتشاور. طيب إيه هنا برضو، هنا بس في إيه سنة عن النبي بتقولها عند الركن اليماني. هتفضل تقول في الركن اليماني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لغاية ما توصل للحجر الأسود، وكده انت بيحسب لك شوط. بعد كده بقى برضو نفس الحكاية، بترفع ايدك اليمين وتقول بسم الله والله أكبر، وتلف على النحو السابق 7 أشواط. تمام؟ طيب بعد ما بتخلص ده الطواف في كل حاجة، سواء بقى طواف عمرة، طواف وداع، طواف إفاضة، دي طريقة الطواف. بعدها بتصلي ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم إن تيسر، لأن ده من سنن إيه؟ من سنن الطواف. أي طواف، طواف إفاضة، طواف قدوم، طواف عمرة، صلاة الركعتين سنة من سنن الطواف عموما. فبعد ما بتطوف على النحو السابق طواف الوداع اللي احنا قلنا مش مشترط فيه إحرام ولا هتكون محرم ولا أي حاجة، بملابسك بقى العادية قبل ما تسافر، والمرأة عادي المنتقبة بنقابها وكل حاجة. بعد ما هتطوف ال7 دول، ده طواف توديع للبيت. بتصلي ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم إن تيسر لك ذلك. طب إن لم يتيسر ففي أي مكان في المسجد. تمام؟ بس بعد كده بقى انت خلصت طواف الوداع زي ما قلنا، هتنتظر لانك تجمع الرفقه، ان كنتوا تجمعوا بعض وتطلعوا على المطار، او انك مثلا ممكن تشتري حاجه ضروريه عشان إيه اكل او حاجه عشان تاخده مثلا يبقى معاك في المطار او كذا، بس شراء ضروري. انما انك انت تعمل بقى وتجيب هدايا وتشتري وبعد ما لا، ما ينفعش. لازم يكون اخر عهدك بالبيت. طيب عايزه اقول بقى نقطه كمان، الطواف ده طبعا ما فيهوش سعي، لان انت خلاص انت بتكون خلصت سعي الحج بقى بعد طواف الافاضه لو كنت متمتع، لان بعد المتمتع عليه سعي واجب. او لو انت كنت قارن وعلى نسك الافراد وما سعيتش بعد طواف القدوم، فبيبقى عليك سعي تاني بعد طواف الافاضه. انما طواف الوداع عليه سعي، بعده سعي، ما فيش سعي بعده. طواف الوداع هو طواف فقط، طواف بصلاة الركعتين سنة خلف مقام سيدنا إبراهيم. تمام؟ طيب حاجة كمان برضو، نقطة كمان ولعلها تكون الأخيرة بقى في الموضوع ده أو في حلقة النهاردة. طيب يجوز إنك أنت تأخر طواف الإفاضة. مش احنا قلنا إن طواف الإفاضة ده ركن من أركان الحج؟ احنا اتفقنا إن أركان الحج لا يتم الحج إلا بيها، وطواف الإفاضة والسعي هما ركنان من أركان الحج. طيب يجوز لك إنك أنت تأخر طواف الإفاضة وتطوف للإفاضة والوداع بنية واحدة. يعني لو انت ما عملتش طواف الإفاضة، يعني يوم النحر،
ولا عملته ايام التشريق وما عملتوش، يجوز ليك انك انت تأخر طواف الافاضة وتعمله مع طواف الوداع بنية واحدة. يبقى انت بتطوف بالنيتين، بنية الركن وبنية الواجب مرة واحدة. بس تخلي بالك من حاجتين. ايه هما بقى؟ اول حاجة انك انت تكون عارف انك انت لو اخرت طواف الافاضة فانت لسه الحج بتاعك ما تمش. لسه الحج بتاعك ايه؟ ما تمش، لان طواف الافاضة ركن من اركان الحج، لا يتم الحج الا ان تأتي به. دي اول نقطة تاخد بالك منها. طيب النقطة التانية ايه؟ ان انت هتكون لسه على تحللك الاول، لان احنا قلنا في نوعين من التحلل في الحج، صح؟ قلنا تحلل اسمه تحلل اصغر وتحلل اكبر، نشرحهم تاني في عجالة. طيب التحلل الاصغر هو ايه والاكبر هو ايه؟ انا عندي 3 اعمال. ايه هما؟ رمي جمرة العقبة الكبرى، وعندي الحلق او التقصير، وعندي طواف الافاضة والسعي الواجب على المتمتع او القارن ونسك الافراد اللي ما سعاش قبل كده مع طواف القدوم. دول 3 افعال، اتفقنا؟ طيب لو حضرتك عملت 2 منهم يبقى انت كده تحللت تحلل اصغر. يعني ايه؟ يعني يبيح ليك جميع محظورات الاحرام، ما عليكش ولا محظور غير الجماع، غير النساء. يبقى ده اسمه تحلل ايه؟ تحلل اصغر. بيحصل ازاي؟ بفعل فعلين من الثلاثه دول. جمرة العقبة ده فعل، الحلق والتقصير ده الفعل التاني، طواف الإفاضة والسعي للمتمتع الواجب أو للقارن ونسك الإفراد اللي ما سعاش بعد طواف القدوم. دول 3 أفعال، عملت منهم 2 يبقى أنت تحللت تحلل أصغر اللي بيبيح لك كل المحظورات ما عدا الجماع. طيب يعني أنت رميت وحلقت، تحللت تحلل أصغر. حلقت وطفت وسعيت، تحللت تحلل أصغر. سعيت ورميت، قصدي يعني طفت وسعيت ورميت، تحللت تحلل أصغر. طيب النوع التاني أو التحلل التاني اسمه تحلل أكبر. بيحصل إزاي التحلل الأكبر؟ بيحصل لو عملت ال3، رميت جمرة العقبة الكبرى وحلقت وقصيت وطفت وسعيت، لو كنت متمتع سعي واجب أو لو كنت قارن وعلى نسك الإفراد ولم أسعى بعد طواف القدوم. لو عملت ال3 يبقى أنا تحللت تحلل أكبر، يبقى مفيش حتى محظور الجماع ما هواش عليا، خلاص. وبالتالي اللي هيجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع هيكون عارف إن هو لسه على تحلله إيه؟ الأول. يعني جميع المحظورات مش عليه لو هو رمى وحلق بس ما طفش للإفاضة وسعى، لو هو متمتع او لو هو قارن وعلى نسك الافراد وما سعاش بعد طواف القدوم، يبقى حاطط في دماغه ان هو لسه عليه محظور الجماع. يبقى هيحط في دماغه حاجتين: ان لسه الحج بتاعه ما تمش، لان طواف الافاضة ركن من اركان الحج، لا يتم الحج الا ان تأتي بهذا الركن، فيعرف ان باقيله ركن حج، تمام. ويعرف ان هو على تحلله الاصغر. على تحلله الاصغر يعني ما علوهوش اي محظورات. لو هو فعل الفعلين رمى وحلق يبقى ما علوهوش اي محظورات، ولكن عليه محظور الجماع، تمام. يبقى دي تاني حاجة ياخد باله منها اللي هيجمع طواف الافاضة مع طواف الوداع. طيب تالت حاجة برضو ياخد باله منها ان هو برضو هيكون اخر عهده بالبيت، يعني بعد طواف الافاضة اللي هو هيعمل طواف الافاضة مع الجماع بنية واحدة. طبعا ده بقى هيسعى لو كان متمتع. احنا قلنا لو هو عمل طواف الإفاضة وسعى قبل كده أو لو قارن ومفرد وسعى بعد طواف القدوم، طواف الوداع لو بيتعمل لوحده ما فيهوش سعي. إنما اللي هيجمع الإفاضة مع الوداع، فلو كان متمتع فيبقى ليه سعي بقى بعده، لأنه هو عمل طواف الإفاضة بالنيتين بقى، يعني إن هو إفاضة مع وداع، خلاص. يبقى دي بس امور ياخد باله منها اللي هيجمع طواف الافاضة مع طواف الوداع، تمام. يبقى احنا كده خلصنا شرح اركان الحج وشرح واجبات الحج، شرحنا الانساك ال3، كل حاجة تخص الحج. يتبقى لينا بس ان احنا
نقول الرحلة كاملة بقى من أولها، يعني نحاول نرتب كده إيه الرحلة. طب إحنا هنحرم إيه، هنعمل إيه، هنقول من عند الميقات إيه، الرحلة كاملة. فدي إن شاء الله هخليها يبقى في الجزء الخامس بقى إن شاء الله من شرح مناسك الحج في اللايف اللي جاي بإذن الله. طيب لو حد عنده أي سؤال في الحاجات اللي احنا شرحناها دي، أو مش فاهمها، أو عايزني أعيد أي حاجة، يكتب لي في التعليقات وأنا أعيد. تمام. لو في حد مش واضح اي حاجة في النقطة اللي انا شرحتها دي، او جزئية مش مفهومة وعايزني اشرحها تاني، فيكتب لي في التعليقات دلوقتي وانا اشرحها له. تمام. لو خلاص كله مفهوم، يبقى ان شاء الله نخلص اللايف بتاعنا النهاردة، ويكون على يعني ان شاء الله لو ربنا يعني قدر لنا البقاء واللقاء، يبقى عندنا حلقة كمان بقى نشرح فيها الرحلة كاملة عشان تبقى على بعضها يعني، عشان لو حد حابب يسمعها تبقى الرحلة كاملة. حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ طيب حد مش فاهم اي حاجة، انا تحت امركم. طيب لما اي حد مش فاهم اي حاجة، عايز اي سؤال، يكتب لي بقى دلوقتي، حابب يكتب اي تعليق، فانا معاكم ان شاء الله. تمام. حد مش فاهم اي حاجة اشرحها له، انا برضو موجودة يعني. تمام. فربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الاعمال، وجزاكم الله كل خير على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.